السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور أعظم نادي في الكون، جمهور النادي الأهلي العظيم. امبارح في حلقة النهار مع أمير هشام كان مستضيف أحمد بلال. أحمد بلال امبارح قال تصريحات غير مسؤولة ولا تمثل أي أهلاوي. نسمع التصريحات ونتناقش فيها مع بعض. نادي الزمالك بمستواه الحالي سوف يواجه صعوبة قوية أمام المارد الأحمر في كأس السوبر الأفريقي. مباراة السوبر الأفريقي أعتقد أنها ستنتهي قبل بدايتها لصالح الأهلي في ظل مستوى الزمالك المتواضع للغاية. الزمالك بمستواه الحالي أعتقد أنه لن يسدد كرة على العارضة، ولو ده المستوى اللي هيلاعب به الأهلي مش هيكون محتاج يسافر للسعودية حتى لا يخسر بنتيجة كبيرة، ونسبة فوز الأحمر 90%. طبعا تصريحات غير مسؤولة من شخص غير مسؤول، شخص عاشق للقطة. أنا شخصيا كأهلاوي لا يمثلني، إن كان البعض يتفق مع هذه التصريحات فهذا شأنه، أما أنا كأهلاوي أحمد بلال لا يمثلني. أنا أساسا ضد أي لاعب سابق إداري أي حد في المنظومة الرياضية يصرح تصريحات تقلل من شأن الآخرين وتحتقره. دي أول نقطة. النقطة الثانية المهمة جدا، انت النهارده لو قاصد تدي دوافع لنادي الزمالك علشان يلعب مباراة كبيرة امام النادي الاهلي مش هتعمل كده. ده انت بالتصريحات دي بتخلي اللعيبة تغير على اسمها قبل ناديها، قبل ما تفكر تبقى عايزة تاخد بطولة لناديها. كل واحد هيحاول يثبت نفسه وهيحاول يوريك مين هو اللاعب، مين هو فلان، مين هو علان، مين هو نادي الزمالك. دي اول نقطة. النقطة الثانية، أنا ما أقبلش أبدا إن يحصل تحقير من شأن نادي هو بيمثل القطب الثاني شئنا أم أبينا في مصر، وهو نادي الزمالك. فهذا الشخص غير مسؤول ويجب محاسبته ويجب عدم ظهوره في الإعلام مرة أخرى. دايما في كل تحليلات أحمد بلال لما بشوفه بلاقيه بيتكلم بلهجة التعصب، ودي أنا ما بحبوش. حته التعصب زي ما بنتقد الدرديري وخالد الغندور واسامه حسن وخضري في التعصب، حتى ان كان اللي بيعمل كده اهلاوي وانا اهلاوي صميم قلبا وقالبا هنتقدك. انا مع الاهلاوي اللي يدافع عن حق الاهلي في الحق، انما نطلع نقلل من شأن الناس ونخلق لهم دوافع ونتكلم كلام غير مسؤول، فده كلام بالنسبه لي مش مقبول. انت كنت لعيب كوره وفاهم ان كل مباراة ليها ظروفها، مفيش حاجة اسمها مش هيشوشوا على العارضة. النهاردة ياما فرق كتير قوي كان مستواها اقل من الفرق اللي بتلعبها وكسبت، دي مباراة. فتقول كلام مسؤول يا ما تطلعش في الاعلام تاني. مين مسؤول عن طلوع الراجل ده في الاعلام؟ عموما احمد بلال يمثل نفسه ولا يمثلني على الاقل انا كاهلاوي. لو في انتوا يا جماعه متفقين معايا في هذا الكلام، اللي متفق معايا يعمل لي لايك على الفيديو عشان اعرف الكلام. انا جاي من كوكب تاني وشايف الدنيا غلط وهو صح وانا اللي غلط، ما انا مش فاهم برضو يعني ايه اللي احنا بقينا فيه دوت. وعموما ان شاء الله ربنا يكرم النادي الاهلي ان شاء الله يوم الجمعه، ان شاء الله باذنك يا رب هنفرح مع بعض بالفوز بالسوبر الافريقي بدون التقليل او الاهانه لاي حد. دي مباراه كوره يا جماعه، ما هيش عركه، مش خناقه، ده ماتش كوره. وبالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده. السلام عليكم.